لما استخدم ربع كيلو لحمة بس في طاجن مليان خضار، يبقى دي أكلة اقتصادية 100%. مش بس هي اقتصادية، هي كمان مفيدة جدا جدا، والأطفال بتحبها جدا جدا. طعمها كان بجد يعني خطير. يلا بينا على طول نقول المقادير. هنا استخدمت ربع كيلو لحمة بس، وكمان استخدمت بصلاية وسط بشرتها، وبعد كده صفيت المية. وبعد كده هحط التوابل، استخدمي اي توابل انت عايزاها. حطيت ملح، حطيت فلفل اسود، حطيت بابريكا، حطيت قرفة، ودي كل التوابل اللي انا استخدمتها. ودلوقتي هبتدي اخليهم يتجانسوا كده مع بعض، بحيث اني الاقي فتل في اللحمة. وبعد كده هبتدي اشكلها. شكلت كل الكور كبيرة، يعني الكفتة لما تخش الفرن يعني حجمها هيقل شوية، فبالتالي انا عملتها كبيرة عشان تكون يعني حجمها مظبوط. ودلوقتي هبتدي اقليها، حطيت شوية زيت، ودلوقتي هبتدي يعني اقلبهم كده يمين وشمال زي ما انتوا هتشوفوا في الفيديو بالظبط. ابتديت ان انا اوقف الكورة كده بحيث ان الجناب كمان يوصل لها النار. بس كده استووا معايا في نفس الطاسة. هحط كل حاجة. حطيت البصل وهبتدي اديله تقليبة كده بحيث انه يدبل معايا شوية. بعد كده هنزل بفلفل اخضر. البصلاية اللي انا استخدمتها صغيرة، ودلوقتي هديها تشويحة، وبعد كده هحط الفلفل ياخدوا تشويحة مع بعض، وبعد كده هنزل بالخضار. حطيت بطاطس، حطيت جزر، حطيت كوسة، حطيت بسلة. ودلوقتي نزلت طماطميتين كده صغيرين، وبعد كده عصير طماطم حوالي كوبايتين، مش ضايفاله اي ميه البصل طبعا مش هرميها، ضفتها عليهم هتدي نكهه حلو وطعم حلو. تحطي بقى كل التوابل اللي انت عايزاها. حطيت ملح، حطيت فلفل اسود، كزبره، كاري، قرفه، بابريكا، كل التوابل اللي انت عايزاها حطيها. بس كده. ودلوقتي هسيبهم برضو ياخدوا يعني تشويحة على النار كده، وبعد كده هنزل احطه في الطاجن، انزله في الطاجن. ودلوقتي حطيت كله في الطاجن. طبعا انا سويته يعتبر من اوله لاخره في الطاجن. لو انت عايزة يعني تحطيه على النار في حلة وبعد كده تحطيه في الطاجن مفيش مشكلة خالص. وهنا نزلت شوية مية، حوالي نص كوباية مية، وعلى الوش كده حطيت فلفل. بس كده خلص معايا الطاجن. على اعلى درجة حرارة حطيه، هو هيستوي مش هيحتاج اي مية تاني خالص، لان انا الطماطم ما كنتش ضايفة ليها اي مية. والكفتة على الوش، وكان طعمه خطير جدا جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم تاني وفيديوهات تاني. ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. والسلام عليكم.